السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم الوصفه تاع الحسل. كما كتشوفوا بعد طلب العديد من الاخوات قالوا لي شيماء عاودي شاركي معنا الوصفه تاع الحسل. حباباتي تحلفوا عليه تقولوا مشلي، كون ما تقوليش الحسل راني خادمه في الدار يحسبوك شريتيه. كما كتشوفي حباباتي في 6 دقائق توجديه بلا عليك تخلطي. كما قال لك داك بكري كانوا اميتنا، انا بعدا قلت لهم كيتلتني تقولي روحي ذوبي لي الحسل، ذوبي لي السكر، سمحوا لي ما اجي ندوب داك السكر يا البنات كتافي يطيحوا. بصح ما يعليش، المهم اتعلمنا، المهم رانا نتعلموا ثاني. كما قال لك الله يرحمهم اللي علمونا وربونا. هذه يا حباباتي كما قلت لكم الحسل هذا يوجد في 6 دقائق، في 6 دقائق في وقت قصير. كما قال لك داك راه مشات عين وانت وجدتي الحسل تاعك بلا عليك. جبته لكم اليوم بالتفصيل بطريقه تاع الشرح سهله وماهله البنات. اي وحده مبتدئه راهي بتخدم الحسل تدخلي لهذا الفيديو وتفرجي له. والله يا حباباتي ما تندموا على هذه الوصفه، وعلى بالي بلي تدعوا لي. الحمد لله شحال من اخت جربته ملي كنت حاطته في القناه تاعي الاولى، شحال من اخت جربته ودعات لي وشكرتني. هذه يا حباباتي البنات الزينات فضلا وليس امرا. ما تنسوليش الجيم والتعليق شباب من عندكم. اللي ماهاش مشتركه في القناه تشترك. وهنا قبل ما نبدو الوصفه تاعنا نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا حباباتي مرحبا بكم. كما كتشوفوا البنات، شوفوا هنا عندي كيلو تاع السكر وعندي شويه تاع الشب. وهنا البنات غادي نعبر 6 كيسان تاع ماء بهذا الكاس تاع حياتي. هادو الكيسان تاع لاتي تاع بكري غادي نعبر 6 كيسان تاع ماء ونولي معاكم. صاي بعد اللي عبرت 6 كيسان تاع الماء غادي نفرغ هذاك الشب. والبنات هنا ندير القدره تاعي كيما هكا نديرها فوق النار، غير نشوفها تغلي الغليه الاولى نرمي الكيلو تاع السكر، نفرغ عليه الكيلو تاع السكر. دوك البنات نحطها في الغاز غير تغلي نوريها لكم. شوفوا البنات بعد لي الماء تاعي غلا دوك غادي نفرغ الكيلو تاع السكر. وهنا البنات غادي نخلط ملعقه خشبيه. غير نشوف الماء تاعي غلى لي الغليه الاولى، نحسب 6 دقائق ونطفو. طفي البنات حسبوا 6 دقائق وطفوا، ما تخليوش يفوت فوق 6 دقائق. هذه هي حباباتي دوك هي يغلي الغليه الاولى كما قلت لكم نحسب ونطفي ونوريه لكم واجد ان شاء الله. بعد الحسل تاعي طاب وفاتت عليه 6 دقائق طفيت عليه وخليته حتى برد كما كتشوفوا البنات. دوك شا غادي ندير، غادي ندير لاغون تاع الحسل. شحال من اخت سقستني قالت لي شيماء كي نوضع نشري شنقوله، قولها يعطيك لاغون تاع الحسل كيما هكا. لاغون تاع الحسل اللون تاعه يجي غامق ويجي ثقيل، ما يجيش سائل، يجي ثقيل البنات كما كتشوفوا. درت شويه نخلط داك لاغوم هذا يعطينا، سمحوا لي نمسح يديا، يعطينا ريحه شابه وبنه ويعطينا لمعه في المقرود وفي القريوش كما هكا البنات. نخلطوا والحسل تاعنا راه واجد. حباباتي شحال من وحده تطلب مني الوصفات وتقول لي شيماء عاودي لنا القريوش، عاودي لنا الكحك، عاودي لنا. ان شاء الله غادي نعاود لكم كاع الوصفات. شهوه البنات الصبروا عليا، انا كل طلبيه راها تجيني راني نشاركها معاكم. نخدم الوصفه ومنها نبيع، منها انا نستفاد نتوما تستفادوا. باش ندير حاجه ونحطها ونخليها وكما قال لك نخسر فيها ما نجمش البنات. بصح كل طلبيه راها تجيني راني نشاركها معاكم، نخدم لكم الوصفه انا نستفاد نتوما تستفادوا ان شاء الله تفهموني. وغادي نحط لكم القريوش، نحط لكم الكحك، نحط لكم الرفيس، كل حاجه تجي في وقتها تجي شابه. انتوما غير صبروا عليا برك، عطوني غير شويه صبر وعاونوني. راكو عارفين ماشي سهله البنات بين الدار هكا واليوتيوب والطلبيات اللي يغلي نكون عند حسن ظن الناس. ان شاء الله غير تفهموني وتسمحوا لي مع الوقت كلشي نحطه. هذا هو حباباتي الحسل تاعنا كما كتشوفوا الله يبارك ما شاء الله راه واجد. وهنا حباباتي ما عليا غير نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف ويعجبكم. دمتم كما قلت لكم البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.